الزجاج فيمي كاينه الماده 92، وهذه الماده 92 مع الاسف هي اللي كيستغلوها الاخوان ديال الشرطه والاخوان ديال الدرك في تحرير محاضر ضد المواطنين ملي كيديروا الزجاج فيمي ديال الميكا ولا الزجاج فيمي ديال الدجاج، في خصوصا ديال الدجاج في اماكن غير منصوص عليها، اما ديال الميكا راه ممنوعه ونتكلموا عليها. الاساس هو ان اي مؤسسه او شركه مثلا كتبيع السيارات، ما يمكنش غادي تخرج واحد السياره اللي كيكون الزجاج ديالها حاجب للرؤيه. هذه القاعده كاينه، ولكن كيلجا بعض المواطن لاغراض في نفسه كيدير هذاك اللاصق تيديروا على الزجاج. التدخل ديال شرطي المرور كيبقى في مجال ديال يتاكد ان هذاك الزجاج اللي مثبت وخرج من الشركه او لا كاين شي لاصق وتصنفات من ضمن المخالفات ديال الدرجه الثالثه. هاكاك الدرجه الثالثه كيتم استخلاص الغرامه بعين المكان ولا كيتنجد في المحضر. بالنسبه للمركبه اللي فيها هذا الزجاج، الشرطي كيلجأ للسحب ديال شهاده التسجيل. علاش؟ لان المعيار شنو هو؟ انهاء المخالفه. اذا تمكن من الازاله ديال ذاك اللاصق فذاك مشى الله يعاونه مزيان. ما تمكن شيء، خصنا طرق ديال نتاكدوا ان المخالفه تم الازاله الاثبات ديالها والازاله ديالها. هذا هو الغرض. هاد الماده 92 شنو تتقول؟ يجب على السائق خصو يكون في واحد الوضعيه كتخلي ليه يسوق مزيان وهادي 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 وهادي، وما خص رؤيه العادم الا سميتو بسبب البضائع اللي هاز، ما خصهمش يكونوا مثلا اللور درك الدجاجه وهذا وهذا، او بوضع اشياء غير شفافه على الزجاج سواء من الداخل او من الخارج. هنا الماده 92 مذكوره في الماده 186. اذا المخالفه من الدرجه الثالثه. هذا وضع اشياء اشنا هي كاين اللي كيدير الخاميه مثلا كيديرها على مكان الدجاجه ديال السائق او الدجاجه ديال اللي راكب حداه خاميه، او هذيك اللي كتلصق بالفونتوس، او كيمشي للباربريز كيدير فيه دوك الملصقات وكيدير فيه الباندا، كيصبغ فيه باندا ديال الكاميوات على الخصوص معروفين بهذا الشيء، وعدد من الطاكسيات مع الاسف كيديروا ديك الباندا، ولا يدور لك الديكور واحد ديال التوب ولا شي حاجه كيدورها على الدجاجه اللي هي بانوراميك وصوبها الصانع باش تكون بانوراميك، كيشدها وكيسد وكيولي كيطل باش يسوق، ولا كيعلق دوك الزواقات وقوه. هذا الشيء كله داخل في الماده 92. 150 درهم. الكاميوات بزاف كيديروها الديكور وهذا والزواق. هذا هي الماده 92.